السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ أحمد في هذه الحلقة اللي كنتمنى بأنها تنال الرضا ديالكم. تحية خالصة إلى كل متتبع وفي لقناة الجريدة المغربية، وما نساوش كذلك بطبيعة الحال الجالية ديالنا المقيمة بالخارج. دائما الشعار ديالنا قبل أي حلقة: إذا زجرت فاسمع، وإذا ضربت فوجع، فالعاقبة واحدة. ودائما شعارنا الله الوطن الملك. قبل ما نبدا هذه الحلقة هذه، أكيد أن كنتمنى بأن الصوت كيوصل جيد، ولكن أن مستقبلا إن شاء الله الرحمن الرحيم درت واحد لاكوموند على واحد الميكروغرافات غادي يكون الصوت جيد وجيد أحسن من هذا اللي موجود الآن. إذا حاولوا أنكم تقبلوا علينا وجزاكم الله خيرا. قبل ما ندخلوا في الموضوع الرئيسي ديال الحلقة ديال هذا النهار، غادي نهضروا على جريدة لو موند اللي غادي تصفع وغادي تهاجم عبد المجيد تبون بعد الحوار ديالو الذي أجراه مع جريدة لو فيغارو. قبل هذا الشيء غادي ندخلوا في الموضوع ديال الشان. احنا ما غاديش نهضروا على التنظيم بطبيعة الحال، رغم أنهم كيطبلوا الآن وغادي يقول لك بأن غادي يكون تنظيم سيبهر العالم، وكيحاولوا أنهم يقارنوا التنظيم ديال الشان بالتنظيم ديال المونديال ديال قطر 2022. واحد المسألة بأن غادي نهضروا على ديك التميمة. هاد التميمة هادي اللي هما الآن ما راضيينش بها وحشمانين بها، وكيحاولوا أنهم يكذبوا راسهم براسهم، كيحاولوا أنهم يكذبوا على راسهم. كيقول لك ديك التميمة زوينة وما كاين حتى شي مشكل، وكيشكروا داك السيد اللي صنع ديك التميمة، وكونوا على يقين بأن هاد السيد اللي دار ديك التميمة كونوا على يقين بعد الشان إما غادي تسمعوه نفاوه، وإما غادي يحاولوا أنهم يزجوا به في السجن، والأيام بيننا. دابا الآن شنو كيقول لك؟ بأن هاد التميمة هادي وكيقارنوها بالتمائم اللي كانت في الكؤوس العالمية اللي جرات من قبل. احنا غادي نرجعوا لها، ولكن قبل ما نهضروا على هاد التميمة غادي يقول لك الجزائر أبهرت العالم فيما يخص الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط. كما قلت لكم هاد الناس هادو كيحاولوا أنهم يكذبوا على راسنا. لنستمع. رأيي الشخصي محمد تميمة مقبولة لو قارناها بتميمات النسخ السابقة للكان التي هي أقوى وأحسن وأهم من الشان. مثلا أسد الكاميرون الذي يشبه القنفذ، يشبه ربما التمساح، يشبه التنين، يشبه السحلية، لكنه لا يشبه بتاتا الأسد. حتى الأسد لو يشاهد تلك التميمة سيتأسف على أيامه. لا ننسى أن الجزائر أيضا أبهرت العالم بنجاحها في تنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران. والله العظيم إلى صدقة واحد الجزائري كان خرج إعلاميا وقال لك بأن دول العالم كاملين في كفة والجزائر جاية من كوكب آخر. هاد الناس راه ما مفهومينش بتاتا مطلقا، وفعلا انتم من كوكب آخر. وهاد الناس تيلي جبنا لهم خصهم بعد طبيب نفساني، وإلا جبنا لهم الطبيب النفساني والله إلا حمقوا هما ما يحمقوش، يحمقوا بنادم. وفعلا أنتم من كوكب آخر. عن أي تنظيم أنكم تتكلمون عن التنظيم ديال الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط؟ راه ما بغيتش ندير لكم دي فيديو باش ما نرجعكمش الى الوراء. ديالوا اليوتيوب غادي تشوفوا الشوه ديال الالعاب البحر الابيض المتوسط، باش تشوفوا بان مجموعه من المنتخبات اللي اشتكت من سوء التنظيم، سوء البنيه التحتيه، الحوادث اللي وقعات، مجموعه من المنتخبات اللي وقعت لهم تسممات. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا غادي نرجعوا لديك التميمه. دابا كما قلت لكم كيحاولوا انهم يكذبوا على راسهم. دابا شنو فين وصلوا؟ انهم كيقارنوا ديك التميمه وكيستهزئوا بديك التمائم اللي كانت موجوده في كؤوس العالم السابقه. لنستمع. قاسي سعيد، يعني لو نشاهد هذه الصوره فيها بعض تمائم كاس العالم الماضيه ونقارنها بالفنك الجزائري، كما تشاهد قاسي سعيد الرسومات، يعني شوف مثلا في مونديال المانيا 2006 مش عارفين ولا سباع ولا يعني تميم. ايوا سيدي، احنا غادي نشوفوا هاد تميمه الفنك وغادي نشوفوا هاد التنظيم ديال الشان، ووريونا حنة يديكم. وبالمناسبه
بأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مازال ما توصلتش بواحد الرد من الجزائر باش يفتحوا لنا المجال الجوي، إما نشاركوا أو ما نشاركوش. مسألة أخرى وما سيزيد في الطين بلة الإخوان. دابا هنا غادي يخرجوا غادي يقول لك الأسد الذي عاش لقرون في جبال الأطلس الجزائرية، واسمعوا مزيان دابا، شوفوا الشوهة وشوفوا الحماق ديال هاد الناس هادو. قال لك اسم أسود الأطلس التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل جزائرية. قال لك لو نعود للأصل هي تسمية جزائرية. هنا ما رضيتوش باسم محاربي الصحراء. دابا شوفوا الحماق ديال هاد الناس هادو. اللي نستمع إلى الفيديو باش نوريكم الدليل بأن هاد الناس عشرة في عقل. تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ لأنه الأسد جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد، الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفنك على حساب الأسد؟ إذا هنا غير باش تعرفوا الإخوان، باش تعرفوا بأن هاد الناس هادو غادي تبقى العقلية ديالهم هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه هي الجزائر بطبيعة الحال. والله يرحم الحسن الثاني اللي قال باش تعرفوا الإخوان مع من حشرنا الله في الجوار. قبل ما ندخلوا الموضوع الرئيسي ديال الحلقة ديال هذا النهار، وسمحوا لي طولت عليكم، وهنا غادي نهضر على جريدة لو موند اللي غادي تهاجم عبد المجيد تبون بعد الحوار ديالو الذي أجراه مع جريدة لو فيغارو. رجاء هناك مجموعة من الإخوان كيقول لك السي أحمد راه والله إلا كننساو، حاول أنك تذكرنا باش أننا نديروا بصمة الإعجاب باش يوصل الصوت ديالنا ليهم بالضبط، باش يعرفوا القيمة ديالهم ويعرفوا القيمة ديال المغاربة الأحرار. غادي نمشيو لعبد المجيد تبون. حنا كنعرفوا بأن عبد المجيد تبون كيعجبوه ديك الخرجات الإعلامية، كيبغي يتباهى، ورحنا شفناه في ذاك الحوار ديالو مع جريدة لو فيغارو منين هضر على المغرب وهضر على القطيعة. قال لك من الأحسن القطيعة بدل الحرب، وهذا كنت طرقنا له في الحلقة السابقة. دابا لو موند غادي تهاجم عبد المجيد تبون وغادي تهاجم النظام الجزائري. شنو غادي يخرج؟ الجزائر غادي يردوا في شخص وعلى لسان واحد الطبال ديال النظام العسكري، غادي يخرج كيقول لك سيدي، وحتى منهم عبد المجيد تبون غادي يقول لك ليس هناك صحافة نزيهة وحرة بفرنسا. غادي يقول لك درنا الثقة في لو فيغارو وهي خرجت لنا لو موند وكتعطينا الظهر. الجواب ديالي انايا، انتم ملي كتهضروا على النزاهة، وانتم واش عندكم نزاهة؟ حنا كنعرفوا بان جل او كل الاحرار ديال الجزائر كلهم الان كاين اللي منفي وكاين اللي مرمي في السجون. مسألة أخرى، دابا لو موند خرجت لهم وهضرت على ديك المزايدة الكارثية للنظام السلطوي بالجزائر. والجزائر فين غادي تخرج؟ غادي تخرج وغادي تقول لك كاع سيدي ملي كيهضروا على هاد المسألة وكيهضروا على النزاهة، قال لك راه هذيك المجموعة ديال القنوات ديال ART وقنوات أخرى محظورة بفرنسا، وهذا كيعني بأن ليست هناك نزاهة بفرنسا. مسألة أخرى، لو موند غادي تخرج لهم غادي تحاول أنها تفضحهم، وغادي تبين بأن بالضبط في 24 ديسمبر 2022 سيتم إخراج المسمى إحسان القاضي، وهذا إنسان حقوقي ومناضل حر بالجزائر. غادي تخرجوا من المكتب ديالو بالقوة وغادي تغلق له ديك المجلة ديالو مغرب إنرجون. نهضروا على ديك المزايدة الكارثية للنظام السلطوي بالجزائر، غادي يهضروا حتى على داك الحراك، وغادي يهضروا داك الاعتقالات بالجمله اللي كاينه في الجزائر. واحد المساله راه كنعرفوا بان الجزائر دفعت واحد الطلب بانها تنضم الى ديك منظمه حقوق الانسان التابعه للامم المتحده، ولكن ردت عليهم المنظمه قالت لهم سيروا راجعوا الاوراق ديالكم بانكم غير مؤهلين انكم تنضموا الى هاد المنظمه.
مسألة أخرى، لو موند غادي تخرج غادي تقول لك بأن حرية الصحافة كانت أفضل في عهد بوتفليقة، أحسن بما هي عليه في عهد عبد المجيد تبون. شنو كان الرد ديال الجزائر؟ قال لك كان هناك لوبي فرانكوفوني محاط ببوتفليقة يخدم مصالح فرنسا. دابا نتوما في هذا العهد ديال عبد المجيد تبون ما كتخدموش المصالح ديال فرنسا بالضبط، عبد المجيد تبون كيخدم المصالح ديال فرنسا، والشعب الجزائري كيعشق في ماماهم فرنسا. وراه شفنا داك الاستقبال ديال ماكرون بالجزائر ملي كتهمونا ببوسان اليدين، نتوما بوستوا له راسو وبوستوا له يديه، وكان الاستقبال استقبال الملوك بالجزائر. وانا درت واحد البتي فيديو، درت له واحد المونتاج، غادي نخليكم مع هذا الفيديو واعود اليكم باش نختموا ان شاء الله الرحمن الرحيم. محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك، محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك. ده انت وصلت يا جدع والله، الف مبروك يا مرسي والله العظيم ثلاثة. مقالة ماذا؟ 5,630,000 شاهد. احنا اليوم الشهداء نتاعنا يطالبوا فينا باش نرجع لهم حقهم. مقالة ماذا؟ فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. One week later. ماما زمنها جاية جاية بعد شوية، جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك. لو موند مرة أخرى غادي تصفى عبد المجيد تبون والنظام الجزائري، وغادي تقول لك بأن تبون استطاع أن يشتري السلم الاجتماعي بواسطة العائدات ديال البترول والغاز، وهي على حق بطبيعة الحال. ولكن أظن بأن دابا كاينة البحبوحة وكيحاولوا إسكات الأحرار ديال الجزائريين، ولكن كونوا على يقين بأن هناك أحرار لا يمكن للنظام الجزائري إسكات أفواههم، وحنا كنعرفوا الوضعية الآن اللي كتعيشها الجزائر. مسألة أخرى، لو موند غادي يقول لك يجب تقديم الدعم للديمقراطيين الجزائريين، ولا سيما استقبال المنفيين بتنسيق مع قوانين اللجوء، ورفض، اسمعوا مزيان الإخوان وهذه هي الضربة القاضية، ورفض الانصياع للطلبات الجزائرية في تسليم المعارضين. دابا كنتو كتحلموا بانكم باغيين تدخلوا امير دي زاد وتعاقبوه، باغيين تدخلوا زيطوط وتعاقبوه، هشام عبود واخا ما عنديش معاه كنتو باغيين تدخلوه وتعاقبوه. ديك الخطه الفاشله منين دخل انور مالك الى تركيا وكنتو قاب قوسين انكم تدخلوه الى الجزائر وتعاقبوه او ما نعرف شنو ديروا له، ولكن الخطه فشلت وانور مالك رجع الى فرنسا او الى انجلترا، والله ما عرفت. دابا الان كترد الجزائر كتقول لك هادو مجرد خونه وارهابيين، ما كاينش الارهابيين قدكم اللي خنقتوا الشعب الجزائري. اذا الاخوان اسمح لي طولت عليكم، هذه هي الجزائر للاسف الشديد. كما قلت لكم الله يرحم الحسن الثاني اللي قال مع من حشرنا الله في الجوار. اذا كنتمنى بان هاد الحلقه هذه تنال الرضا ديالكم. ما تنسوش جزاكم الله خيرا الاعجاب، وحاولوا انكم تفعلوا في التعليقات. كان معكم الاستاذ احمد، الى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. تحياتي.